إذا كنت مدرباً لفريق كرة قدم فقد تضعك ظروف المباراة لاختيار أحد أمرين. الأول أن تدفع بلاعب كرة عادي لأداء مهمة في ملعب المباراة، والثاني أن تدفع بلاعب صاحب مهارة إبداعية. بالتأكيد فإن الخيار الثاني هو الأنجح. فما رأيك إن كان قرارك هذا في ميدان السياسة؟ لاعب اليوم هو من أبدع في انطلاقاته ونوع من تكتيكاته، واستطاع استخدام آلياته ليصبح الرقم الصعب في معادلة السياسة. إنه من أفضل من استغل المتاح في الحياة السياسية، الرئيس رجب طيب أردوغان. قائد العالم أو القائد المنتظر. يطلق الأتراك على الزعيم التركي وصانع نهضة تركيا الحديثة رجب طيب أردوغان قائد العالم أو القائد المنتظر. للوهلة الأولى يظن البعض أنها محض مبالغة، لكن ما فعله أردوغان للأتراك يستحق هذا اللقب، وهذا يستدعي أن نعود إلى تركيا ما قبل الحقبة الأردوغانية. منذ أن تأسست الدولة التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 اتجهت تركيا نحو الغرب بتبعية مفرطة. أنهت المظاهر الدينية أولاً، وبدلت الأحرف العثمانية باللاتينية. ومع اندلاع الحرب الباردة أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل من تركيا قاعدة متقدمة لها للحد من المد الشيوعي. أما عن نظام الحكم فقد شهدت تركيا تاريخاً طويلاً من الحكومات الائتلافية، وتعرضت إلى 4 انقلابات عسكرية من قبل الجيش التركي الذي نصب نفسه حامياً لعلمانية الدولة. وبين هذا وذاك تدهور الوضع الاقتصادي، وأصبحت اسطنبول عاصمة الخلافة القديمة أكبر مكب للنفايات بالعالم، وصنفت من أكثر المدن تلوثاً. فيما ودعت البلاد الخدمات برمتها من الوقود إلى الماء والكهرباء لعقود طويلة، إلى أن وصل للحكم رجب طيب أردوغان. صافرة البداية، الكابتن رجب طيب أردوغان. لم يكن طريق أردوغان مفروشاً بالورود، حيث ولد في 26 من فبراير عام 1954 في حي قاسم باشا باسطنبول لأسرة فقيرة. تعود أصوله إلى مدينة ريزا، وأبوه هو الشيخ أحمد أردوغان. امتهن في صغره مهنة بيع السميط والشاي في شوارع اسطنبول. كما لعب أردوغان كرة القدم في شبابه، وكان يريد أن يصبح لاعباً محترفاً، حتى أنه تلقى عرضاً من نادي فنربهجة التركي، إلا أن والده رفض ذلك، وانتهى الحلم ليولد حلم جديد أكبر، حلم القائد رجب طيب أردوغان. إلى الواجهة، ملعب السياسة. تخرج أردوغان في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة مرمرة عام 1981، لكنه نشط سياسياً قبل ذلك بكثير، بيد أنه انتسب إلى حزب السلامة الوطنية الذي أسسه المعلم نجم الدين أربكان في عام 1975، وترأس فرع الشباب في منطقة بي أغلو في اسطنبول. وفي أقل من عام أصبح رجب رئيساً لفرع الشباب في عموم بلدية اسطنبول، وظل كذلك حتى تم إغلاق الحزب بعد الانقلاب العسكري عام 1980. في عام 1983 أسس أربكان حزب الرفاه، وأصبح أردوغان رئيساً لفرع الشباب في بلدية اسطنبول مرة أخرى، وترشح عن عضوية مجلس الشعب عام 1986، لكنه لم ينجح. لكنه يعود وينجح في حجز مقعد بمجلس الشعب عام 1991 لتقوم هيئة الانتخابات العليا بإلغاء عضويته. حاول أردوغان من جديد وترشح عن رئاسة بلدية اسطنبول عام 1994 ونجح بالفعل، ومعه تغيرت وجهة المدينة. استطاع أردوغان أن يذلل الصعاب، وقام بفك شفرة المدينة الكبيرة بمشاكلها وتحدياتها.
حل مشكلة القمامة واستورد الغاز الطبيعي ومد الأنابيب الخاصة به لتصل لجميع أرجاء اسطنبول. أنشأ الكباري وحل أزمة المواصلات عبر طرق جديدة. استطاع توصيل المياه إلى بيوت اسطنبول عبر إنشاء السدود. وبالتزامن مع ذلك كله قام بتسديد مديونية المدينة التي قاربت 4 مليارات دولار، واستطاع حينها اقتحام قلوب الأتراك. لا تتوقف وإن أفشلوك. في الوقت الذي لمع فيه نجم أردوغان وباتت تغزو نجاحاته البلاد شرقاً وغرباً، كان هناك من يراقب وينتظر الفرصة للانقضاض على تلك النجاحات. نعم، إنه الجيش الذي نصب نفسه حامياً لعلمانية الدولة. انتهزت الدولة العميقة فرصة إلقاء أردوغان لشعر حماسي ديني في مدينة سرت، فتم إدانته بتهمة التحريض ونشر الكراهية. إضافة لذلك فقد حرم أردوغان من العمل السياسي مدى الحياة، وحكم عليه بالسجن 10 أشهر عام 1997. وبدا كل شيء أنه انتهى وأن الأحلام قد تبددت، لكنه وعد أتباعه أثناء دخوله إلى محبسه أنه سيواصل العمل. وعلى ما يبدو أن أردوغان كعادته استغل الفرصة لإعادة تقييم التجربة برمتها. فن العودة، 0 مشاكل. بعد خروجه من السجن أسس أردوغان مع زملائه حزب العدالة والتنمية، والذي استطاع أن ينال ثقة الشعب سريعاً. واستطاع أردوغان عبر تعديلات تشريعية أن يعود إلى العمل السياسي، وترشح عن مدينة سرت عام 2003 وأصبح نائباً في البرلمان، ثم أصبح رئيساً للوزراء في العام ذاته. أردوغان الذي استطاع أن يخرج باسطنبول من دائرة الأزمات المفرغة استطاع أن ينهض بالاقتصاد التركي كله، وارتفع الاحتياطي النقدي للدولة التركية أكثر من 4 أضعاف، ومعه ارتفع دخل الفرد إلى 3 أضعاف تقريباً. تخطت تركيا حدود جغرافيتها، ونتج عن ذلك علاقات وازنة في الشرق والغرب. حاول أردوغان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأقام علاقات قوية مع دول الجوار عبر سياسة 0 مشاكل، وبذلك دخلت تركيا نادي ال20 الكبار في غضون 10 سنوات. لكن ذلك لا يعني أنه لم يواجه الكثير من المعوقات، بل واجهها وتغلب عليها، وعلى رأسها حملات التشويه التي طالت حزبه عام 2006-2007، وأزمات مع الانفصاليين الأكراد، مظاهرات واحتجاجات، وعلى رأسها أحداث تقسيم عام 2013، والتي قال عنها السياسيون أن أحداث تقسيم وحركة تمرد في مصر تم طبخهما في مطبخ واحد. ورغم كل ذلك استطاع أردوغان المرور بتركيا، لكن سياسة 0 مشاكل بدت وكأنها لا تصلح في جميع الأحوال. حملات تشويه تطال أعضاء بحزب العدالة والتنمية، عداء خارجي من قبل الدول العربية التي اختارت صف الديكتاتوريات على حساب إرادة الشعوب، تلك الشعوب التي انحاز إليها الطيب أردوغان. مشاكل خارجية واضطرابات على الحدود مع سوريا، علاقات متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وبدت وكأنها نهاية أردوغان عند بعض الحاقدين، ولم تكن إلا بداية جديدة. الأزمة لا تأتي إلا بالفرص. في 15 من يوليو تموز عام 2017 اجتاح الجيش التركي شوارع المدن، وحاول تنفيذ الانقلاب الخامس له في تاريخه، لكن شعباً واعياً وقائداً شجاعاً سيفشلون الانقلاب. حاول الانقلابيون السيطرة على المنشآت الحكومية والإعلامية بالبلاد، وقاموا بقصف مبنى البرلمان التركي بالطائرات. أضف إلى ذلك قتل المتظاهرين الرافضين للانقلاب في الشوارع. وفي هذا التوقيت استطاعت إحدى مذيعات التلفزيون التركي أن تتواصل مع الرئيس أردوغان الذي دعا الشعب التركي للنزول إلى الشوارع لإسقاط الانقلاب. وفي صباح اليوم التالي اندحر الانقلاب، وبدأ أردوغان مرحلة جديدة.
أردوغان الذي طالما ردد مقولة الأزمة لا تأتي إلا مصحوبة بالفرصة، أخرج الفرصة من رحم الانقلاب، واستطاع من خلالها محاربة الدولة العميقة التي طالما حاولت الرجوع بالبلاد للوراء. فاعتقل 50,000 شخص من المنتمين إلى التنظيم الموازي، وطالت الاعتقالات برلمانيين وصحفيين وضباطا بالجيش. ثم قام أردوغان بتعديل نظام الحكم في البلاد عبر استفتاء شعبي، وأعطى صلاحيات أكبر للرئيس، هذا داخلياً. أما خارجياً فتحول أردوغان من سياسة صفر مشاكل إلى سياسة اقتحام المشاكل، فأقام علاقات طيبة مع حكومة الوفاق في ليبيا التي استطاعت تثبيت أقدامها عبر دعم أردوغان ضد المنقلب خليفة حفتر المدعوم إماراتياً. أما عن أذربيجان وحربها مع أرمينيا، فقد صرح مسؤول أذري أن الرئيس أردوغان قال لهم أثناء الحرب: اذهبوا لأبعد نقطة يمكن أن تصلوا إليها. وانتصرت أذربيجان بالفعل، كما أفشل أردوغان خطة اجتياح قطر عسكرياً من قبل التحالف العربي ضدها. أردوغان عبر قوة تركيا الجديدة استطاع تغيير اللعبة برمتها. تركيا القديمة لم تعد موجودة. تلك المناظرة الحادة بين وزير خارجية تركيا ووزيرة الخارجية الفرنسية خير دليل على ما وصلت إليه تركيا الآن. تركيا التي تقرر وتغير في اللعبة السياسية. نعم، خلال 20 عاماً تغير كل شيء، واستطاع الطيب أردوغان نقل تركيا اقتصادياً ودبلوماسياً وحتى عسكرياً. تركيا اليوم تنتج سلاحها وتصدر طائراتها المسيرة إلى دول العالم. تركيا تنقب عن الغاز ويمنحه الرئيس للشعب مجاناً. تركيا تصنع الغواصات وحاملة الطائرات وتنشئ محطة نووية وتصدر أول سيارة محلية الصنع. تركيا الكبيرة أو تركيا القرن، العابرة لحدود جغرافيتها. في أثناء ذلك كله يتنافس أردوغان الذي وصفته بعض الصحف العربية والغربية بالدكتاتور في الانتخابات التركية المصيرية، والتي حصل فيها على نسبة 49.5% من أصوات الشعب التركي، وذهب إلى جولة إعادة مع نظيره كمال كليتشدار أوغلو الذي حصل على 44.8%. وهل لدكتاتور أن يذهب إلى جولة إعادة؟ أردوغان جاء بأصوات الشعب واستمد قوته من الإرادة الشعبية، وهو حالة يصعب على الأنظمة الدكتاتورية تصديقها. أردوغان جعل من تركيا رقماً صعباً على المستوى الدولي والإقليمي، والإرادة الشعبية التركية هي من صنعت أردوغان ليظل رقماً صعباً في المعادلة السياسية.